يا قاري كتابي ويا سامع غيابي، صفي نيتك واسمع جوابي. الدنيا فانية وما يدوم غير وجه العالي، والكلمة الطيبة هي اللي تبقى في العلالي. حكايتنا اليوم كتبدا من قلب فاس البالي، فين الزليج كيهضر والشرجم كيسهر، والسر وسط الرياض كيكبر ويتجدر. كان يا مكان في قديم الزمان، دار عائلة التازي، دار الهمة والشان والمرمى والقفطان، الدار اللي يدخل ليها يدوخ بريحة العود القماري، ويتحير في نقش الجبس اللي مخدوم بدقة الصواري. ولكن يا بنتي، الحيوط المزوقة بالذهب كانت مخبية وراها قلوب فيها العجب. كانت كتسكن لاله في الطومة، عجوزة لسانها بحال الموس، وعينيها كتقلب غير على الفلوس. كانت كتحكم في الدار بالهمزة والغمزة، وما يتقطع خيط وما يتبنى حيط بلا شوارها. الحاج تامي مات وخلى ليها السي محمد، ولدها الوحيد اللي كان بحال الغزال، وعينه في الذهب وعقله في الجاه والمال. ولكن كيف كيقولوا ناس زمان، الزين ما يدوم والحيلة هي اللي كتعوم. اليوم غنحكي لكم كيفاش خاتم الياقوت اللي جابو السي محمد لمرتو كنزة ولا فتنة اللي شتات العائلة وشوهات السمعة وبكات العين. السي محمد اللي كان كيسرح ويمرح في سوق الذهب، طاح قلبو على كنزة، كنزة يتيمة بنت الدار والوقار. جمالها كان هادي وسادي بحال القمر ليلة 14، ما عندها مال ما عندها جاه، غير وجهها الحليب وصمتها المهيب. لالا فطومة غير شافت كنزة داخلة للدار تزيرات في صدرها، وقالت في خاطرها: جبتي لي يا ولدي الجوع للدار، كنت باغا ليك بنت بناني اللي مالها يغطي فاس وجاهها يرفع الراس. ولكن كنزة بالذكاء ديالها وصوابها كانت كتسد الفم بالخدمة، تفيق مع الفجر، تخمل وتطيب وتجفف بالزهر وتخلي الدار تشعل. واحد العشية والسي محمد راجع من الحانوت، جبد من جيبو واحد السراد التوب، حلها قدام مو ومرتو، هو يخرج خاتم الياقوت. يا لالا، الخاتم كان جمرة كتشعل وسط الصالة، ياقوتة حمرة بحال الدم محفوفة بألماس الحر، كتقول للشمس غيبي أنا نطلع في بلاصتك. سي محمد لبسو الكنزة وقال ليها: هذا كنزة حقك وهذا جزائك على صبرك. كنزة تبسمات، ولكن لالا في الطومة عينها ولات بحال العقربة، شافت في الخاتم وشافت في ولدها وقالت بصوت فيه السم المغلف بالحنان: مبروك عليك بنتي. ولكن كنزة، هاد الخاتم مرخوف على يديك، وقلبي كيقول باللي هاد الياقوتة نحس الا بقات باينه للناس. عطيه ليا نخبيه ليك في صندوقي، نهار يكون العيد الكبير لبسيه، ونهار تمشي للحمام تباهي بيه. الذهب يا بنتي كيبغي السترة، واليتيمة الا بانت بجمالها العين كتاكلها. ودازت الايام وجا العيد الكبير، والحومه كامله فرحانه، والريحه ديال الشوا والقضبان عاطيه في الرياض. كنزه اللي كانت كتخدم بحال النحله مشات عند عجوزتها في الطومه وقالت ليها بالحياه: الا لا، واش تعطيني الخاتم؟ اليوم العيد وبغيت سي محمد يشوفني متزينه به. فطومه شافت فيها بواحد الشوفه غريبه وقالت ليها: طلعي للبيت كنزه، الخاتم راه في المخده المبره الزرقاء، سيري جيبي الساروت من مورا المرايه. كنزه طلعت كتجري، قلبها كيضرب بالفرحه، ولكن غير حلات الصندوق لقاتو خاوي. قلبات المخده وقلبات الفراش وقلبات حتى الزليج ووالو، الخاتم بحال الا داب. نزلات كنزه كترعد، وجهها صفر، لقات لاله فطومه طايحه وسط الدار وكتغوت وتندب. قالت لها: اويلي على شوهتي، اويلي على مالي، الدار تسرقات والساروت كان في عنقي، وشي حد خداه ليا وانا ناعسه. السي محمد دخل كيجري، لقى الدار مقلوبه. فطومه شافت فيه وهي كتمثل السخفه، وقالت ليه: ولدي، انا ما بغيتش نقول لك، ولكن البارح شفت كنزه واقفه في السطح مع واحد الدري براني، وكانت كتعطيه شي حاجه كتلمع في يديها. قلت يمكن غير خيالي، ولكن اليوم الخاتم غبر، واليتيمه يا ولدي رجعت كتغدر. السي محمد اللي كان دمو سخون وعقله ملهوف على هيبته ما سمعش لمرتو. كنزه كانت كتحلف بسيدي ربي وبكتاب الله باللي ما شافت والو، وباللي هي ما سرقات والو. ولكن فطومه كانت موجده الشاهد، عيطات للخدامه عويشه وقالت ليها قدام سيدي محمد: عويشه، قولي الحق، واش شفتي كنزه في السطح البارح؟ عويشه اللي كانت واكله حقها ومغمسه يديها في الطمع مع فطومه نزلت راسها وقالت: سيدي، شفتها كتعطي سرد التوب لواحد الراجل، وكانت كتقول ليه: هاد الخاتم ديال الياقوت بيعو وهربني من هاد الدار. هنا السي محمد فقد عقله، هز يدو وضرب كنزه وقال ليها بكلمه واحده جمدات الدم في عروقها: انتي حرام عليا، خرجي من داري وخرجي من حياتي. اليتيمه اللي عطيتها قلبي غدرتني في عزي. كنزه خرجت في ليله العيد والناس كيذبحوا الحولي، وهي كتذبح في قلبها. خرجت بقفطان واحد، بلا مال بلا اهل وبلا وجه تقابل به الناس. وقفات قدام باب الكبير وشافت في السماء وقالت: يا ربي، يا منصف المظلوم، انت عارف الحق فين،
وانت عارف شكون اللي خان. الخاتم اللي سميتوه ياقوت غيولي سم في عروق اللي ظلموني ان شاء الله. ودازت السنين والشهور ودار الزمان دورة ورا دورة. لاله فطومة سحاب ليها بجريها على كنزة، صفات ليها الشكوى، وباللي خاتم الياقوت اللي خبعاته في المخدة ديال المبرة الزرقاء غيبقى سر مدفون ما ليه قرار. السي محمد اللي كان جرحه باقي كينزف قرر يتبع شوار امو. خطبات ليه بنت بناني، وحده من البنات الكبار، جمالها بالمال وكلامها بالجاه، ولكن يا حسرة على الزين اللي ما وراه فعال. العروسة الجديدة اللي سميتها كنزة، يا سبحان الله على الصدف، كانت عقربة من نوع آخر. ما جاتش للدار باش تكون بحال كنزة اليتيمة خدامة، جات باش تكون فطومة العجوزة ظلامة. العجوزة فطومة اللي كانت لالا ومولاتي ولات في الدار بحال الخدمة. والعروسة الجديدة حيدات ليها السوارت وخدت ليها الكوزينة ومنعت عليها حتى صينية تاي بالنعناع بالشيبة. ولات فطومة كتسنى غير اللقمة اللي يعطوها، وكتسمع الكلمة اللي تجرحها. وسبحان الله، كل ما جرحاتها العروسة كتفكر كنزة اليتيمة، وكتسمع الصدى ديال دعاويها في نص الليل كيزفر في ودنيها. واحد النهار والبرد كيصفر في الزقاق، قررت العروسة الجديدة تخمم البيت الكبير. شافت في لاله فطومة وقالت ليها بواحد السم في لسانها: فطومة، هاد الفراش ديالك ولا ريحته غاملة، وهاد المخدات ديالك ولا رقاق بحال الورقة. اليوم عيطت للسي اللبيب المنجد يحل هاد الصوف ويصاوب لينا فراش جديد للضياف. فطومة غير سمعت المنجد وقلبها بدا كيضرب بحال الطبل. طارت لعند المخدة الزرقاء، المخدة اللي فيها خاتم الياقوت المسموم، المخدة اللي كانت كتنعس عليها وكتسمع دقات الياقوت كتأن تحت لراسها. قالت لها: لا بنتي، هاد المخدة فيها ريحة الحاج، خليني نوانس بها وحدتي. ولكن العروسة الجديدة خطفات المخدة وقالت: حتى ريحة الحاجة لالا خاصها تنقى. دخل السي اللبيب المنجد للرياض، راجل شايب ووجهه منور وعينيه كيقراو ما ورا الغراز. جلس في وسط الدار وحط المرمى ديالو وبدا كيحل الغراز ديال المخدات. لاله فطومه كانت جالسه في الركنه، عينيها مسمرين على يديها ودموعها كيقطروا بالسكات. السي اللبيب وصل للمخده الزرقاء وضرب المقص في الغرزه الاولى والثانيه والثالثه، وبدا كيجبد الصوف البيض. وفجاه المقص لقى عكشه. السي اللبيب سكت وغمز عويشه الخدامه، مد يديه وسط الصوف وهو يخرج شي حاجه كتلمع، جمره حمراء كتلهب وسط الرياض المظلم. هز الخاتم للسما وهو يقول: يا فاتح يا رزاق، هاد الجوهره هادي ما يمكنش تكون غبرات وسط الصوف، هادي كانت مخبيه بالقصد ومخيطه بالحقد. في هاد اللحظه السي محمد كان داخل من السقيفه، شاف المنجد هز خاتم الياقوت، الخاتم اللي بسبابه جرى على عقله وروحه كنزه، تجمد في بلاصتو والدم طلع له راسو. قرب لعند المنجد، خدا الخاتم وشاف فيه بتمعن، لقى الحروف اللي نقشهم هو بيديه: كنزه، الوفاء الابدي. دار لعند مو لاله فطومه اللي كانت طايحه على الارض وكتطلب سله بلا عنب. غوت عليها السي محمد، قال لها: امي، هاد الخاتم اللي قلتي بلي كنزه سرقاته وعطاتو لعاشقها، اش كيدير وسط المخده ديالك؟ اش كيدير مخبي وسط الصوف اللي كنتي كتنعسي عليه؟ لاله فطومه وهي كتشوف الحق كيخرج من تحت يد المنجد بدات كتنهج وقالت: ولدي، الشيطان عمى عينيا، كنت باغا ليك بنت بناني وما بغيتش اليتيمه تاخد ولدي ومالي. الخاتم انا اللي خبيته، وانا اللي كذبت، وانا اللي شوهت البنت ليله العيد. سي محمد لقى راسو ضيع الكنز الحقيقي بسبب الحجر الميت، رمى الخاتم في الارض وخرج كيجري في زقاق السياجين كيقلب على ريحه كنزه. ولكن يا حسره، فين هي كنزه وفين غبرها الزمان؟ سي محمد ما بقاش كيهمو المال والجاه، ولا كيدور من مدينه لمدينه ومن زاويه لزاويه، حتى لواحد النهار وصل لوزان، لواحد الزاويه كيطعموا فيها المساكين واليتامى. دخل الخلوه ولقى وحده كتفرق الخبز على الدراري الصغار، كانت لابسه حايك بيض وصوتها فيه واحد الرنه خلات قلب السي محمد يوقف. قرب لعندها وقال بصوت حزين: يا لالا، واش كتعرفي شي يتيمه سميتها كنزه؟ خرجت من فاس مظلومه هادي سنين. المرا دارت لعندو وحيدات التام، وكانت صدمه. هي كنزه، ولكن ماشي كنزه ديال زمان، كنزه اللي وجهها فيه نور الصالحين وعينيها فيهم صبر الاولياء. ولكن الصدمه الكبيره هو واحد الوليد صغير عنده 10 سنين كان واقف جنبها، عنده نفس الضحكه ونفس العوينات ديال السي محمد. كنزه قالت للسي محمد: اش جابك لهنا؟ وجيتي تدي الخاتم اللي بقى ليك؟ السي محمد طاح على ركابيه وبدا كيبكي بحال الدري الصغير. قال لها: جيت نطلب السماحه كنزه، الخاتم بان والحقيقه نطق بها المنجد، امي في الطومه كتخلص دينها في الدنيا قبل الاخره. سيري يا كنزه، راه الدار دارك والقلب قلبك، وهذا الوليد هو الياقوت الحقيقي اللي ضيعت. وهكا لالا رجعت كنزه لدارها، ولكن ماشي بخاتم الياقوت،
بل بعز الطاعة ولدها اللي عمر الدار. لاله فطومة طلبات السماحة وعاشت اللي بقى من عمرها كتخدم كنزة وكتكفر على ذنبها. والمنجد اللبيب سي اللبيب ولا الصديق ديال العائلة، وحكمته بقات كتردد في كل تخمال وفي كل تنقية. يوايا العيالات، الصوف إلا تنقى كيخرج منه الدغل، والقلب إلا تنقى كيخرج منه الظلم. إيوا لالا، قولي لي في التعليقات واش كتظني بلي كنزة كان خاصها تسامح لاله فطومة ورا هذا الشيء كامل، ولا الحق ما كيتنساش واخا يرجع؟ إلا عجبتكم هذه القصة ما تنساوش ديروا لايك وتسناوني في الحلقة الجاية.